فطار تاني يوم على سفرة رمضان. تعالى اقول لكم عملنا ايه. بس قبل ما ندخل على الفيديو يلا كلنا نصلي على سيدنا النبي. اول حاجة بدأت بيها الصبح بدري هو العصير. جبت حلة فيها لتر ونص من المية، حطيت فيها شوية من العناب بس كنت غسلتهم الاول غسلة خفيفة كده عشان لو في تراب او اي حاجة، وحطيت عليهم حوالي كوباية الا ربع من السكر وقلبتهم تقليبة كده سريعة ورفعته بقى على النار. وبعد ما يغلي يبقى بالشكل ده هسيبه كده 10 دقايق او 12 دقيقة يغلي على نار عالية، وبعدين هسيبه يبرد وهصفيه بالشكل ده. وهشوف بقى لو محتاج ميه او محتاج اي حاجه هزود له، وبعدين هعبيه في الازايز بتاعت رمضان الحلوه دي وادخله التلاجة. هعمل النهارده صينيه بوري سنجاري في الفرن، ولو عملتيه بطريقتي مش هتشتريه جاهز من بره تاني ابدا. جبت البوري بتاعي، نضفت منه الزعانف اللي بره دي بالمقص كده، ونضفت منه القشور بتاعته وغسلته تحت الحنفيه كويس جدا. بعدين هجيب سكينه حاميه وبفتحه بالطول كده من الظهر زي الكتاب المفتوح من ظهر السمكه. لو في كده بطروخ هشيله على جنب، وبعدين همسك السمكه دي تحت ميه جاريه هغسلها كويس قوي ونضفها من اي حاجه. هجيب الكبه بتاعتي وركزي بقى في الخلطه دي. جبت اوراق الكرفس، يعني جبت الكرفس خدت منه الاوراق بس حطيتها في الكبه، وحطيت عليها راس توم ونص عصير ليمونه كبيره او عصير ليمونه صغيره، وهضيف عليها كزبره وكمون وكاري وملح. تمام. واحط عليهم كمان 3 معالق كبار كده من الزيت، وهخلط يعني هضرب في الكبه الخلطه دي كويس قوي لحد ما تنعم. جبت بوله تانية وهضيف عليها شبت وكزبره وبقدونس، خدت الورق بتاعهم بس، برضو بصلايه كبيره متقطعه مكعبات صغيره هحطها عليهم، وحطيت عليهم فلفل الوان وجزرايه كده مبشوره ناعم، وكمان مكعبات من الطماطم. طبعا كميه الخضار اللي انت هتقطعيها هترجع لك انت. هقلبهم كويس قوي مع بعض. هاخد بقى معلقه من الخلطه اللي انا عملتها في الكبه، معلقه كبيره كده، واحطها على الخضار ده وهقلبهم كلهم مع بعض. الخضار ده بتاع حشو السمك. جبت صينيه كبيره كده حلوه وهجيب الومنيوم فويل، والخطوه دي اختياري تقدري تعمليه في الصينيه على طول. وهعمل الالومنيوم فويل ده على شكل المركبه كده زي ما انتوا هتشوفوا، عشان انا هعمل سمكتين. هحط في كل ورقه من دي اللي انا عملتها مركبه دي هحط فيها سمكيه بالشكل ده. بس قبل ما احط فيها اي حاجه هحط في كل واحده معلقه من الزيت وهدهنها كده كويس قوي عشان مش عايزه حاجه تلزق في الالومنيوم فويل ده. معايا شويه كده من الخضار، بطاطس متقطعه شرايح زي الشيبسي وطماطم. هبدا الاول ان انا ارصهم في الورق زي ما انتوا شايفين كده. جربوا الطريقة دي يا جماعة تعجبكم جدا. وهجيب برضو شوية من الخلطة اللي أنا عملتها في الكبة وهرشها كده على الخضار ده، هضيف عليهم بس رشة بسيطة من الملح. شايفين السمكة بقى غسلتها وخليتها زي الفل ازاي. هحط في كل ورقة سمكية بالشكل ده، وبعدين هديها بقى التتبيلة اللي في الكبة اللي احنا عاملينها. التتبيلة اللي في الكبة دي شغالة معانا طول الفيديو زي ما انتم شايفين. هحط على كل سمكية شوية حلوين بقى كده من التتبيلة، وبعدين هدهن السمكة كلها بيها بفرشة كده او بايدك. يعني هغلف السمكية كلها زي ما انتم شايفين بالتتبيلة دي بنفس الشكل ده يا جماعة. بعدين هجيب بقى الخضار اللي انا حضرته وهحشي السمكية كلها، غطي السمكية كلها كده بالحشوة الحلوة دي، وزودي في الحشوة دي عشان انت هتاكليها اكتر من السمك من جمالها. شايفين بالطريقه دي؟ جربيه بقى في البيت، ما تجيبوهوش من بره تاني. والله انا يعني ما بحبش السمك الجاهز ده من بره، بحب اعمله في البيت. تقدري تعملي السمك السنجاري او القاروص او اي حاجه بنفس الطريقه دي. حطيت كده من فوق الوش شرايح من الليمون، وهديله رشه بسيطه من الملح ورشه بسيطه من الفلفل الاسود ورشه بسيطه من الكمون من فوق الوش كده، وحطيت معاه قرنين فلفل والبطروخ بتاعه من الجناب. في الاخر خالص هديله كده من فوق الوش لكل واحده معلقه كبيره من الزيت. وكمان هضيف عليهم، شايفين الشكل، هضيف عليهم بس كده من عند الخضار كل واحدة معلقتين 2 من المية علشان الخضار بتاعي يستوي وكله يستوي. هدخله في فرن سخن جدا، الفرن شغال من تحت بس في الرف اللي في النص. بياخد حوالي نص ساعة بالظبط، ولو حبيتي بعد كده في الاخر تشغلي الشواية ياخد اللون ده تمام. لو هو اخد اللون ده من نفسه خلاص ما تشغليش الشواية عشان ما ينشفش منك. تقدري ما تعمليش الالومنيوم فويل وترصي الصينيه بالخضار وتحطي عليها السمك مفتوح كده وتحشيها وتعمليه بنفس الطريقه. طبعا عملت جنبه رز صياديه وده مفيش كلام فيه يعني. جربوه بقى وهستناكم تجربوه وتقولوا لي طعمه طالع معاكم ايه. واتمنى النهارده تكون سفرتي عجبتكم، وكنت معاكم نور، وباي باي.